أكدت مصادر مطلعة على الملف اليوم أن اللاعب الدولي الشاب لامين يامال نجم نادي برشلونة والمنتخب الإسباني يدرس بجدية خيار تغيير جنسيته الرياضية والالتحاق بالمنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة. وبحسب المعطيات التي حصلت عليها المؤسسة الإعلامية، فإن هذا التوجه جاء بعد نقاشات داخل محيط اللاعب، خصوصا في ظل الضغوط المستمرة التي تعرض لها خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى توتر العلاقة مع جزء من الجماهير الإسبانية بسبب هتافات ذات طابع عنصري، وهو ما ترك أثرا على العائلة. وتشير المصادر نفسها إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتابع التطورات المرتبطة بالملف دون إصدار أي تعليق رسمي، مكتفية باحترام المسار القانوني الذي يتيحه الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للاعبين مزدوجي الجنسية. ويتوقع أن تتضح الصورة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد المعلومات التي تفيد بوجود محادثات هادئة وغير مباشرة بين الطرفين. من جانبه، لم يصدر أي تعليق رسمي عن الاتحاد الإسباني، غير أن تقارير إعلامية محلية تحدثت عن قلق متزايد داخل الإدارة الفنية من احتمال خسارة أحد أبرز المواهب التي يعول عليها لاروخا في السنوات المقبلة. ويعد لامين يامال من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وقد شارك بالفعل مع المنتخب الإسباني الأول، غير أن القوانين الحالية للفيفا تتيح له تقديم طلب تغيير الجنسية الرياضية وفق شروط محددة في حال قرر بشكل نهائي تمثيل المغرب. وتبقى الصورة غير مكتملة إلى حين صدور إعلان رسمي، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد أن ملف لامين يامال يشهد تطورات فعلية، ولم يعد مجرد حديث إعلامي عابر.